كلمة اتيتيود بنسمعها كتير في الشغل، وللأسف دايما بنسمعها في مواقف سلبية. هو يعني ايه اتيتيود؟ الطريقة اللي بيشوف بيها اللي بيقيم حاجة أو شخص، واستعداده للميل بشكل سلبي أو إيجابي تجاه فكرة أو موقف معين. يعني أنت شايف الموضوع إزاي؟ ما ينفعش. وطبعا في البوزيتيف اتيتيود اللي بيشوف نص الكوباية المليان، وفي النيجاتيف اتيتيود اللي هم عم ضياء بالظبط. كله رايح كله رايح. مواقفنا الإيجابية والسلبية لها تأثير قوي على سلوكنا تجاه أي شيء. طب إزاي أتعامل مع النيجاتيف اتيتيود اللي هم عم ضياء؟ الأول لازم تكتشفهم، ودي أكيد هتشوفها من تصرفاتهم، وإن هم على طول شايفين الجانب الأسود من أي موضوع بتتناقش فيه. هتستفيد إيه؟ ما آخرتها مترين في متر. ثانيا، تجنبهم. اي حاجه تقدر تعملها من غيرهم اعملها على طول، ما تدخلش معاهم في تفاصيل كتير هيغرقوك. ثالثا، لو انت مديرهم جنبهم من الناس الايجابيين، ابعدهم. يعني اديهم تاسكات سهله عشان يحسوا ان في نجاح ممكن يتحقق، او اديهم تاسكات صعبه لو انت عايز تنزلهم من على دماغك. دار الدنيا غدارة بتغدر كل يوم بينا غدارة.